المخ بيتخلص من معلومات كتير وبتروح طي النسيان، علشان كده الصراع الاكبر للشركات انها تفضل في دماغ المستهلك. وازاي في ماركات معينه بتفضل في ذهن المستهلكين من عربيات وشامبو وشوكولاته، وده اللي هنجاوب عليه النهارده من خلال كتاب بيولوجي للكاتب مارتن ليند سنتروم، الحقائق وراء اسباب الشراء. واحد، قوه الرسائل اللاشعوريه. من خلال اي رسائل سمعيه وبصريه بتظهر تحت مستوى الادراك، ان حواسك من سمع وبصر لا تشعر بها وتخاطب اللاوعي. يعني لو تعرضت لموسيقى او صور مرتبطه في ذهنك بعلامه تجاريه، غالبا بتتاثر في سلوكك الشرائي بدون توجيه مباشر وبتشتري المنتج ده. 2، الخوف. بتستخدمه الشركات في الرسائل الاعلانيه وده ليه تاثير على اللاوعي، وده نقدر نحصره بوضوح في كلمات العنايه بالجلد والحمايه من اثار ظهور الشيخوخه، وشامبو بيحمي من تساقط الشعر، وشامبو بدون دموع للاطفال، ومعجون الاسنان اللي بيحميك من التسوس وبالتالي من الم الطبيب، والاشاره لامان السيارات، وامثله كتير زي دي مبنيه على الخوف. 3، لغة الجسد. أكتر من 50% من قرارات الشراء بيتم تشكيلها عفوي، لكن تأثير لغة الجسد بيساهم في إنك واخد القرار مسبق قبل الشراء نتيجة ارتباط منتج معين في إعلان بسعادة أو ذكريات بترسخ ده في لاوعيك، بارتباط بالعلامة التجارية دي بالمشاعر، وإنك لا شعوري تشتري المنتج ده تحديدا علشان تحصل على نفس السعادة اللي كانت في الإعلان. 4، قوة المحاكاة. ودي في إن جزء من المخ بيحس بانتصار لما بيمتلك الحاجة اللي شافها مع الناس أو ما يسمى الموضة، وده خاص بجزء في المخ اسمه خلايا المحاكاة البصرية. ولو حابب تجربها، اتكلم جنب حد بصوت واطي، هتلاقيه تلقائيا بيتكلم معاك بصوت واطي. وفي تقليد للشباب للكنة معينة، او تبتسم مع ناس في فيلم، او نتأثر بموقف في مسلسل. وعلشان تبقى عارف، مرتبط بخلايا المحاكاة البصرية دي افراز هرمون السعادة الدوبامين، بس للاسف مؤقت. علشان كده في ناس مدمنة شوبينج، تشوف بالمحاكاة فستان حلو على ملكان، وبعد ما تشتريه ما تبقاش عارفة هي اشتريته ليه، او تبقى شاكة في قرار الشراء بس هتكرر نفس الموقف علشان تحصل على هرمون السعادة. اظن دلوقتي هتقدر تفهم قوة التسويق العصبي وليه انت بتشتري المنتج ده بالتحديد، وان 90% من قرارات المستهلك بتحصل بتأثير خارجي.